شلونكم حبايبي؟ شلون صحتكم؟ جبت لكم فكرة جديدة ان شاء الله تنال اعجابكم. تكنك على الراوتر النانو شغلة يعني بدون كهرباء. يعني راح احكي لكم الطريقة وان شاء الله تستفادون من عندها. اولا شو تجيب هاي الشاحنة، شايفين انتو كلكم هاي الشاحنة تشحن وحدة، تشحن الجهاز، يعني موجودة بالسوق، سعرها 3000 دينار هيج. ثاني شي شو تجيب اذا عندك شاحنة محترقة مال راوتر محولة، تقصها منه. انا اشوف هاي قاصها ومرتبها مسويتها تيب، اعذرون يعني هيك شلون ما كان سويتها بس حتى تتعلمون. تقصها وتحط براسها هذا الكيبل مال الشاحنة مال جالكسي مال اي موبايل. شوف شلون رابط هاني، وشوفوا هاي مال محولة. شو تسوي؟ طريقة تربطها من هنا، تربط تكمل على حسب الوصول. تجيب الكيبل مال الشاحنة تخلي بهاي الشاحنة تشحن وحدها. يعني للعلم هاي الشاحنة تقريبا تشغل لي الراوتر النانو تقريبا 3 ساعات وفوق. انا دائما هسه مستعملها اذا ما كهرباء بالبيت تريد كنك. تحطين الشاحنة ركبناها. وثاني شي تحط الفيشة هاي مال الراوتر خليها بالراوتر. شوف هاني يعني ما شوفوا بس الراوتر والشاحنة، واخاف تقولون يعني موصل كيبل او شي للكهرباء. شوف راح احطها والله اصور له هنا. شوفوا اعزائي المشاهدين راح يشتغل الراوتر قبل. ادري يعني هسه اكو كم واحد راح يعلق يقول هاي الطريقة قديمة لو شلون، بس احب خلي العالم تستفاد او شي. اكو بيهم يعني ما يوضحون بشكل صحيح. ها شوفوا خاف تقولون. ثاني شي راح اشغل الجهاز وشوفوا الشبكة مال الراوتر. شوفوا هاي الشبكة، ولاني الجهاز مفرمته بس مخلي قفل، وهاي الشبكة موجودة. ابغى هسه شوف راح افصلها، راح تروح الشبكة. صور على الراوتر راح تروح الشبكة. طفى الجهاز، طوع على الشبكة. باو حبيبي راح للشبكة. هسه شوف مرة ثانية راح ادخل الفيشة، راح يشتغل الراوتر وتجي الشبكة بالجهاز. شوف حبايبي راح تجي الشبكة. طيها بحث. هاي جت الشبكة مال الراوتر. وان شاء الله تنال اعجابكم. وسوي اشتراك للصفحة علي الحامدي ولايك للصفحة، وان شاء الله شكو جديد راح انزلكم اياه ان شاء الله. وشكرا.